بطاقة إيداع بالسجن ضد أخطر عناصر الجهاز السري لحركة النهضة. أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضد المدعو سمير الحناشي، وهو أخطر عناصر الجهاز السري لحركة النهضة. ويعد سمير الحناشي واحد من المتهمين بالتخطيط لعملية سليمان الإرهابية، وقد تم القبض عليه وهو يحاول الفرار إلى ليبيا بجواز سفر مزور، وقد انتفع بالعفو التشريعي سنة 2011. وللتذكير فقد سبق لسمير الحناشي أن شغل منصب مستشار في ديوان حماد جبالي، ثم تم تكليفه بمهمة في رئاسة الجمهورية التونسية زمن الرئيس منصف المرزوقي. كاين علاقة باش الناس ما عادش تلقى وتحلق اللحاها، منعوا النساء من الدراسة ومن الخروج من البيت، وفي النهاية وين وصلوا؟ الدولة تشعر التدمير بفعل الفكر الذي ساد مغلق قادر على أن يقرأ تعقد الواقع معقد، فينبغي أن نتعامل معه بخطة معقدة مشكة بحماس، لأن الواقع غلاب. شوف ما نخافش اللي هكا التمشي هذا. شوف الصومال أيضا ماذا فعل فيها الشباب، هذا ما يسمونه حركة الشباب، دمرت.